السؤال المعتاد اللي الناس بتديله دايما اكبر من حجمه: هدخل بروتين كفايه في رمضان ازاي؟ سواء اللي بيتمرن او اللي ما بيتمرنش. الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج تعقيد. احنا هنبدا وجبه الفطار بتاعنا حسب السنه بالتمر والميه. بعد كده هنبدا الوجبه الاساسيه بان احنا ناكل مصدر البروتين المتوفر. بعد كده نتجه للاطباق الجانبيه الموجوده سواء السلطه او الخضار او ايا كان، وبكده نبقى ضمننا ان اول حاجه دخلت جسمنا هو البروتين. تاني وجبه في رمضان هي وجبه السحور، والسحور اسهل وجبه تقدر تاخد فيها كفايتك من البروتين. البروتين بتاعنا في السحور بيض، جبنه قريش طبعا مش جبنه عاديه، فول وزبادي او لبن. وما ننساش طبعا ان احنا ندخل معاه مصدر للنشويات المركبه زي الشوفان او العيش البني مش العيش الابيض، عشان نحس بالشبع لفتره اطول اثناء الصيام. دلوقتي احنا اتكلمنا في الفطار وفي السحور، ودي البديهيات اللي الناس كلها عارفاها. التركايه كلها في الفتره اللي ما بين الفطار وما بين السحور اللي اغلبنا بيقضيها حلويات ومشروبات رمضان الجميله اللي كلنا بنحبها. بس بما انك عايز توصل لاحتياجك اليومي من البروتين، هتستغل الفتره دي في ان انت تدخل مصدر بروتين اضافي، سواء ان انت بتاخد وجبه صغيره ممكن تكرر وجبه الفطار بتاعتك تاني، او بتاخد سناك صحي بروتين بار او جرانولا بار او رايس كيك، اي مصدر يكون فيه بروتين عشان توصل لاحتياجك اليومي. وده الهدف اللي احنا كلنا عايزين نوصل له. بالنسبه بقى للحلويات خليها في العزومات. كل سنه وانتم طيبين.